انا جوزي كان مسافر، وكنت قاعدة انا وابنه، وكنا قاعدين نتفرج على فيلم، وهو جاي من برا، كان جايب حلويات كتير، وانا كنت قاعدة وقام رميها كلها في حجري، وقال لي يلا علشان نسهر، والحاجات دي لزوم السهرة علشان السهرة تكمل وتكون حلو. يعني كان جايب حاجات زي لب وكراميلا وشوكولاتة وسوداني، حاجات زي كده، وقال لي انا هدخل اغير هدومي وهاجي. وفعلا دخل علشان يغير، بس لقيته طالع لي ومش لابس غير بس الشورت وبس. فانا قلت له ايه اللي انت لابسه ده؟ قال لي عادي يعني، الجو حر، ولا انت مكسوفة مني؟ قلت له لا عادي، مش مكسوفة ولا حاجة، كل الحكاية عشان بس ان انا اول مرة اشوفك وانت كده. وجه وقعد جنبي على الكنبة، وكل ده وكيس اللب كان لسه في حجري، لان انا كنت قاعدة اتفرج على الفيلم، وكنت مندمجة معاه قوي، وما حسيتش بنفسي خالص، غير وهو عمال يمد ايده علشان ياخد حاجات من الكيس، وعمال يمد ايده قوي اكتر، وانا سبته، ومعرفش سبته ليه. المهم ان الموضوع كان عمال يزيد اكتر واكتر، لدرجة ان انا كنت مبسوطة بالاحساس اللي انا حاساه، ومرضتش اقوم اجيب اطباق واحط الحاجات فيها، علشان كنت مبسوطة اوي بالاحساس اللي انا كنت حاساه، ومن الحاجات اللي هو كان بيعملها. بصراحة احساس ما حسيتوش قبل كده خالص مع باباه، بس كنت حاساه معاه. المهم ان الموضوع اتطور قوي، لدرجة واحنا كنا قاعدين بنتفرج على الفيلم، جت لقطة رومانسية قوي في الفيلم، وبقينا احنا الاتنين قاعدين بنبص لبعض. طبعا مفيش حد، والدنيا ضلمة، ومفيش الا انا وهو بس. انا كنت مضلمة الشقة كلها، وكنا قاعدين بس على نور التلفزيون. بحب انا الاحساس وبحب الجو بتاع بالليل، ان انا اضلم الشقة كلها واسيب بس نور التلفزيون. وهو بدأ يقرب عليا اكتر واكتر، وانا كنت مستسلمة على الاخر، وكنت مبسوطة وكنت حابة الاحساس ده. فضل يقرب لدرجة ان انا كنت حاسة به كله. هي طبعا يعني كانت كلها حاجات خارجية، بس انا سبت نفسي خالص. ومرة واحدة نور التلفزيون طفى، ولقيت ان التلفزيون فصل لوحده، والدنيا بقت ضلمة على الاخر. ساعتها بس اتخضيت وفقت لنفسي، ولقيت ان انا فعلا كنت مستسلمة لحاجات كانت هتحصل كتير، مش المفروض ان هي تحصل. المهم زقيته بعيد عني، وقلت له ما ينفعش ان ده هيحصل، وجيت علشان اقوم، لقيته مسكني من ايدي، وقال لي مالك في ايه؟ قلت له لا مفيش، انا بس اشوف الكهرباء فصلت ليه. وقمت منورة كشاف الموبايل بتاعي، وجريت على اوضتي بسرعة، وقفلت عليه بالمفتاح، لان انا عارفة لو كنت قعدت او كنت يعني رجعت تاني، كان ممكن يحصل حاجات كتير ما ينفعش ان هي تحصل. المهم ان انا دخلت على اوضتي وقفلت عليها بالمفتاح لحد الصبح، وطول الليل ما نمتش خالص، وكنت عمالة افكر في اللي حصل او اللي كان هيحصل، وكنت كمان حاسة بيه ان هو منمش، وشايفة خطواته رايح جاي قدام الأوضة طول الليل، وانا عمالة افكر ازاي سبت نفسي لده ان هو يحصل. المهم ان انا فضلت كام يوم متجنبة خالص، يدوب اعمل الاكل وادخل على اوضتي، وحاولت ان انا ما اتكلمش معاه ولا اختلي بيه في مكان واحد. لحد بعدها بكام يوم باباه جه من السفر، وجه هلكان من التعب، وكان عايز ان هو يطمن عليا وعلى ابنه، وبيقول لي مالك حاسس ان فيكي حاجه؟ قلت لا ما فيش عادي يعني. لقيته بيقول لي بس انا عندي ليكي خبر حلو، احنا هنطلع احنا التلاتة مصيف. وقلت له هو يعني لازم ابنك يطلع معانا؟ قال لي ايوه، امال يعني هنسيبه لمين؟ قال لي واحد صاحبي يا ستي عنده شاليه، وعزم عليا ان احنا نطلع يعني نغير جو كده كام يوم، وانا وافقت وخدت منه المفتاح، وهنسافر من بكرة، وحضري الشنط بقى علشان هنمشي من بدري. قلت له تمام. وفعلا حضرت الشنط وخلصت كل حاجة وسافرنا، وفعلا ابنه سافر معانا ورحنا. والشاليه ده كان في قرية، والقرية ده وقتها ما كانتش زحمة، يعني يعتبر كانت فاضية، لأنه ما كانش موسم وكده.
ولما روحنا اتفاجئت ان الشاليه ده اوضه وصاله. قلت له طب احنا كده هننام ازاي وابنك هينام فين؟